كلم ربنا برنامج إنساني بيغوص في أسرار العلاقة مع الله وخصوصيتها، لا بيشتبك مع دين ولا طائفة، يبحث فقط عن علاقة كل واحد فينا مع ربنا. أحمد الخطيب. بسأل ضيف حلقة النهاردة في برنامج كلم ربنا عن ربنا، وبقول له انت علاقتك عاملة ايه بربنا؟ في كلام بينك وبينه بتتكلموا؟ قال لي جملة انا وقفت عندها كتير. بيقول لي ربنا ده سري. انا ربنا بالنسبة لي هو سري، هو السر الكبير اللي في حياتي، وهو اللي انا بتكلم معاه وبقى سر اليه في كل حاجة انا بقولها. انا عندي اسرار كتير في حياتي زي كل الناس، انا ما بحكيش اسراري ولا بتكلم مع حد الا ربنا. لما سألته عن مواقف شديدة في حياته لجأ فيها ربنا، قال انا عندي موقف كبير وضخم انا واقف عنده كتير لانه عمل تحول في حياته. ضيف كلم ربنا في حلقة النهاردة هو الشيخ مصطفى عبد السلام. الشيخ مصطفى عبد السلام هو إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين، وهو من علماء وزارة الأوقاف. كل سنة وانت طيب يا شيخ مصطفى. وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، والسادة المستمعين بكل خير وصحة وعافية. رمضان كريم. الله أكرم. قل لي بقى، انت قلت لي جملة غريبة عن علاقتك بربنا. لما بقول لك انت بتكلم ربنا قلت لي لا، الموضوع أكبر من الكلام. احكي لي علاقتك بربنا عاملة ازاي، وفين الكلام اللي مع ربنا، وفين أسرارك اللي انت قلت لي عليها؟ الحقيقة يا أستاذ أحمد، ربنا بالنسبة لي هو كل حاجة، وربنا هو سري، بمعنى إن أنا ما بحكيش أسراري لأي حد. وقعت في أي مشكلة، في أي أزمة، في أي غلطة، محتاج مشورة، محتاج رأي، محتاج تفكير، محتاج، بروح لربنا سبحانه وتعالى. يعني هو برضه صديقك؟ بتكلم مع ربنا كأنه موجود معايا وسامعني، وهو حقيقي موجود وسامعني. بتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، بقول له يا رب أنا حصل لي كذا وعملت كذا وتصرفت كذا، وحضرتك عارف. بتحكي معاه مواقف حياتك؟ بالظبط. أي مشكلة بتحكي معاه، تتكلم معاه بالظبط، بتخلو بيه طبعا. بالظبط. أكتر حاجة بحبها إن أنا أجري على ربنا، بحس إن أنا ليا ظهر، بحس إن أنا ليا سند. لو حكيت لكل الناس حاسس إن أنا اتعريت عليهم، وبرضه مش هيقدموا لي ولا يأخروا لي حاجة. لكن مع ربنا بتتكلم. لكن مع ربنا بتكلم، بقول يا رب حصل معايا 1 2 3، أتصرف إزاي؟ دلني أعمل إيه؟ أنا ماليش غيرك، أكيد أنت يا رب عارف الصح فين، ساعدني ووجهني. بتتكلم معاه كده؟ أيوة طبعا، بالطريقة دي، بالطريقة زي ما بكلم حضرتك كده بالظبط. وأحيانا أفرش السجادة كده وأتوجه للمحراب وأسكت وأعيش كده الحضرة الإلهية، أستحضر ربنا سبحانه وتعالى، ويعجز لساني عن الكلام. أصل ربنا حاسس بيا، أصله شايفني وسامعني وعارف المشكلة اللي أنا فيها، وربنا عارف المخرج فين، وعارف هيساعدني إزاي، وعارف حل المشكلة هيكون إمتى وعلى أنهي حال. بس هو ربنا بيحب يشوفني كده، بيحب يشوفني وأنا بأتضرع ليه، وأنا منكسر ليه، وأنا متذلل ليه، وأنا واقف على بابه بناديه. ربنا بيحب كده قوي. ربنا بيحب إن أقف على بابه وأناديه. حتى يمكن في بعض الآثار اللي سمعتها عجباني قوي، لما الإنسان بيقعد يدعي ربنا، فربنا يقول للملائكة أجلوا استجابة الدعوة دي، استنوا على شوية. فالملائكة تقول لربنا ليه؟ يقول لهم إني أحب أن أسمع صوت عبدي. يا خبر أبيض،
ربنا بيحب يسمع صوتي. يا خبر ابيض على الجمال. يعني الازمة اللي انا اتحطيت فيها كان الهدف منها ان ربنا عايز نرجع له، عايز نقف على السجادة، اتكلم معاه، عايز نقف على بابه، عايزني اناديه، عايزني اتكلم معاه. انا اتكلم مع ربنا، اقف على باب ربنا، ربنا يسمعني. قد ايه المعنى جميل، والمعنى عظيم قوي 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 لا يوصف. احكي لي عن موقف انت كلمت فيه ربنا. انت قلت استاذ لي احمد، كان عندك ازمه كبيره ما في حياتك، حكيلكش، انا عندي مواقف بس في كل ازمه حياتي. كبيره قلت لي عليها حصلت في حياتك فارقه. ممكن تحكي لي الموقف ده؟ هو انا طبعا لما اتجوزت قعدت سنتين، وربنا سبحانه وتعالى كرمني بآدم. قعدت سنتين ما فيش خلفة. اول سنتين مفيش اول خلفة. سنتين، وربنا سبحانه وتعالى كرمني بآدم. ربنا يحفظه، هو عنده 9 سنين دلوقتي. ربنا يبارك في أولادك يا رب العالمين. وبعد آدم مفيش سنة 2 3 4 مفيش حمل. فبدأنا نقلق يعني. بعد 4 سنين من اول انجاب. أنا جاي مع حضرتك في الكلام. قعدنا سنة و2 و3 و4 ورحنا لدكاترة كتير بدون انجاب. بدون إنجاب. وزوجتي خدت أدوية ويمكن حصل كذا حمل ومكملش، وقالوا لنا دي في حاجة اسمها حمل كيميائي، وقصة كبيرة قوي. ورحنا قالوا لنا لا، ده الموضوع عايز تخصص دكاترة في حمل الأجنة وشيء من هذا القبيل. المهم ما عرفناش فين السبب. قعدنا 8 سنين سيادتك، 8 سنين 8 سنين بعد آدم مفيش خلفة. رحت لكل الدكاترة اللي تخطر على بالك. 8 سنين بدون انجاب. طبعا كل ما اسمع عن دكتور نروح له، لدرجة ان بعض الدكاترة نصحني وقال لي خلاص بقى زوجتك تعبت من كل الادوية، رضا عليكم، الحمد لله ربنا رضاكم بآدم، انصحك كفاية زوجتك كده هتتعب من كتر الادوية. قلنا الحمد لله، والحمد لله على نعمة آدم. شوية طبعا الموضوع الحمد لله مؤلم. ربنا ادانا، بس مؤلم. يا رب ابني هيعيش وحيد. كان نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بأخ أو أخت لآدم. وقفنا علاج وسلمنا أمرنا لله سبحانه وتعالى ورضينا. وفقدت الامل في المسألة. بالظبط، رضينا بقضاء الله وقلنا خلاص هو ابننا الوحيد، هنعيش نربيه وخلاص. وبعد تقريبا 6 شهور بالظبط يا أستاذ أحمد، من خلاص احنا كلام الدكاترة ليكم. وقفنا علاج، وقفنا أدوية، وسستمنا نفسنا خلاص إن ما عندناش غير آدم، وإن زوجتي خلاص ما عندهاش حمل تاني إطلاقا بإجماع كل الدكاترة. وأنا تعبت بصراحة، تعبت في الشغل. يعني أنا بحكم إمام المسجد فتعبت في الشغل، اجتهدت. إمام مسجد سيدنا الحسين. اجتهدت بقى شهر كامل خدمة لضيوف الرحمن، وذكر وعبادة وصلاة واستقبال للمصلين، وانقطاع شهر كامل. فجأة المسجد كله فضي، ما بقيتش غيري أنا لوحدي في المسجد بس. ولقيت نفسي إيه ده، أنا لوحدي مع ربنا في المسجد. افتكرت وقتها سيدنا زكريا لما قعد من غير ذرية، وفجأة ربنا بشره بالذرية، بس فين وإمتى وكيف؟ في المسجد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الآية دي جت على بالي، رحت متوضي وجري على المحراب. قعدت في المحراب. أيوة، وتخيلت سيدنا زكريا، الملائكة نزلت على سيدنا زكريا بشرته فين؟ في المحراب. حطيت صورة سيدنا زكريا قدامي وهو متعشم في ربنا انه يكرمه بولد بعد دعاء 80 سنة، ووقف في المحراب وجات له البشرى وهو بيصلي: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. رحت جري متوضي وواقف في المحراب. انت عشت الحالة دي، عشت الجو ده، اتكلمت هنا مع ربنا بالظبط. قول لي بقى، قلت له ايه بقى؟ قلت يا رب انا تعبت في شهر رمضان وعايز مكافأة، وعايز مكافئتي تكون اخت الآدم. انا ماليش غيرك انك تنجب. ايوه، انا ماليش غيرك يا رب.
وعشمان في كرمك وعشمان فيك. وماليش غيرك. أيوان. وكل الدكاترة قالت إن يستحيل، بس يا رب مفيش حاجة مستحيلة عليك. زي ما حققت دعوة سيدنا زكريا حقق لي دعوتي دلوقتي. يا رب أنا عارف إنك بتسمعني. يا رب أنا مش حابب إن ابني يعيش وحيد. يا رب أنا نفسي في أخ أو أخت لولدي لابني. بكيت، ارتجفت في هذه اللحظات. حسيت فعلا بقرب من ربنا جامد جدا، عالي جدا. حسيت ان الملائكة بتسمعني. حسيت ان انا المسجد فاضي وانا عايش مع ربنا. خلصت صلاة بس انا مطمئن، حاسس كده بسكينة وطمأنينة، رغم ان كل الدكاترة قالت لي مفيش انجاب خلاص. والله العظيم يا استاذ احمد، في نفس الاسبوع زوجتي تعمل اختبار تطلع حامل في شهر. الله. في نفس الاسبوع فجأة تعمل اختبار حمل تطلع حامل في شهر، في سدرة ابنتي دي. سدرة عندها دلوقتي 1 و4 شهور، ربنا يحميها. يعني من 1 و4 شهور. الاقي ربنا سبحانه وتعالى كرمني ورضانا الحمد لله بسدرة بعد 8 سنين طلب ودعاء وإلحاح من الله سبحانه لما وتعالى. سمعت خبر الحمل أنا فورا سجدت لربنا سجدة شكر، وافتكرت الليلة دي اللي أنا قعدت فيها. أيوان، اللي أنا قعدت فيها مع ربنا سبحانه وتعالى ودعيته ونجيته. ومن وقتها حقيقي، من وقتها وأنا عندي عقيدة كاملة إن قضاء الله كله خير. أستاذ أحمد، لو سدرة جت من 8 شهور، من 8 سنين، يمكن ما كنتش هعرف أربيها. صحيح. يمكن ما كانش دخل هيساعدني أوقفها على رجلها. يمكن ظروفي ما كانتش مناسبة. لما جت في هذا الوقت عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى بعتها في وقت أنا محتاجها فيه. الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين، كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. رمضان كريم. الله أكبر.